اخبار نادي الاهلي في السريع. محمود الخطيب يعقد جلسه مع امام عاشور بنفسه عشان يحسم ملف التجديد. يعني كل الاخبار اللي طالعه بتقول لك ان امام عاشور قريب من نادي الزمالك وان احتمال يروح الزمالك، ده العقد بتاعه لسه فيه 3 سنين. انت متخيل؟ يعني لو حبيت اخلله عندي هخلله. صداع نادي الاهلي الجديد هو ديانج، احتمال يروح بيراميدز، وكل الاخبار اللي طالعه بتقول لك ان اللاعب احتمال كبير يروح بيراميدز وان هو رافض التجديد في النادي الاهلي. كل دي بسبب ان انت كنت بتلعب واحد زي حمدي فتحي عليه، لاعب زي مش عارف مين عليه، فالطبيعي ان اللاعب يفكر في نفسه انه عاوز يروح بيراميدز. كل الاخبار اللي طالعه عن عبد القادر في النادي الاهلي بيقول لك ان هو هيستمر في النادي الاهلي الموسم كمان، حتى لو هيقعد دكه طول الموسم. انت رفضت اللي انت تطلع، طب اقعد بقى وهنقعدك وهنخلي لك عندنا. احمد نبيل كوكا الموضوع بتاعه خلصان، بس واقفين على حاجات بسيطه في العقد. بس اللاعب ده انا بقول لك ان هو هيخرج، واحتمال كبير خلاص يروح قاسم باشا التركي. بيقول لك اللاعب الصغير اللي هو اسمه كاظم، ده مش كاظم الساهر يا حبيبي، حبيبي انت بقى. الاهلي بيخلص مع لاعب اسمه ريان رحيمي، لاعب نادي البنزرتي. قول لي الزمان يرجع يا زمان. النهارده اتفرج على علي معلول وهو بيلعب مع الصفاقسي ماتش ودي، دي ما كانش يلعب في الاهلي كمان موسم ولا موسم.